السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اكيد اسكندراني. وفيديو بقى النهارده هنجرب كل الاطعمه بعد طول انتظار ولف كتير. هنجرب الاطعمه كلها بتاعه اسبيروس باتس او اسبيروس باتس، اللي مش موجوده اصلا في السوق، هي دعايه صور بس. وهنشوفوا بقى انهي طعم فيهم هو احسن طعم. ويلا بينا بقى على فيديو النهارده. انا لقيت موجودين الخمس اطعمه دول، مش عارف في اطعمه تانية، بس هو غالبا بيكون في طعم الخوخ ده اللي مش لاقيه، ده اللي انا عارفه ان انا مش لاقيه. في بقى حاجه بقى هنا منذ 1920، يعني بقالها 103 سنه وداخله على 104. فدي حاجه كويسه، يعني شركه شبه دي كانت من زمان ما سمعناش عنها، من فتره كبيره سمعنا عنها في الفتره بتاعه المقاطعه بس. فدي حاجه كويسه ان منتج مصري نبدا ندعمه. بس هي المشكله ان مش موجود في السوق، يعني هتلف كتير قوي عشان تلاقيه. يعني انا الاربعه دول لقيتهم عند واحد بيبيع كبده، بتاع سندوتشات كبده. فالمحلات مش متوفرة فيها نظرا طبعا للضغط الشديد عليها. والسعر بقى بتاعها متفاوت، ممكن تجيبها من حتة بسبعة بتمانية بتسعة بعشرة بخمستاشر بخمسة وعشرين، انت ورزقك. يعني دول انا جايبهم كلهم بسعر واحد وهم ب10 جنيه، مع ان السعر الرسمي بتاعها هي 8 جنيه. قبل ما نجرب اي حاجة فيهم، لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وخلينا نجرب طعم ونشوف انهي احسن طعم كويس فيهم. يلا بينا. نبدأ بقى بأول طعم معانا من سبيروس باتس بالليمونادة. بيقول لك هنا بقى ايه، كاتب لك أصل الغزوزة في مصر. خلينا نفتح كده، وراسم لك هنا بقى ايه رسمة الدبانة اهي على الغطا من فوق. خلينا كده ندوق بسم الله. يعني هي طعمها تحس سبرايت، بس الصودا قليلة شوية. ال- الستيم كويس بتاعها، بس الصودا قليلة شوية. لكن انها تبقى بديل للسبرايت او السيفن، فهي تمشي جنبهم يعني، مقبولة. غير الأطعمة تانية، ده احنا في الفيديوهات اللي جاية هنشوفوا أطعمة، يعني انسى ان انت تدعم منتج بلد. لكن كطعم السبيروس باتس ديت بالليمونادة، لا طعمها كويس وتقدر تنافس المنتج المستورد. ونخش على الطعم اللي بعده. هنيجي بقى لتاني طعم معانا، ودوت انا دقته قبل ما اسجل، كان طعمه كويس، يعني كان الطعم بتاعه كويس. ده برضو كده شكله. يعني هي الصودا فيه عالية شوية عن الطعم اللي فات اللي هو الليمونادة. وطعم التفاح الأحمر يعني قريب قوي، يعني قريب قوي من الطعم بتاع فانتا تفاح أحمر بتاع زمان. فالطعم ده كده كويس. هنيجي بقى لتالت طعم معانا وهو اليوسفي. بسم الله. يعني ده لغاية دلوقتي عجبني جدا. الصودا بتاعته عالية، والطعم بتاع اليوسفي ظاهر معاك. يعني ده غالبا هيبقى التفاح الاحمر هو دلوقتي الاول، ده التاني، الليموناده التالت. ده طعمه جامد جدا، يعني يستحق ان هو يتجرب. لغايه دلوقتي مفيش حاجه خيشت من اسبيروس باتس في الاطعمه لغايه دلوقتي. خلينا نخشوا على الرابع. هنيجي بقى الرابع واحد معانا وهو بالاناناس. اهو برضو ده كده شكله. خلينا كده نقول بسم الله. الطعم بتاع الاناناس هنا مش طاغي قوي في الطعم، بس يعني كويس. هو في طعم اناناس والسودا بتاعته عالية وكويس، يعني طعمه برضو مقبول. هنخش بقى على اخر حاجة معانا وهو العنب اليوناني. حلو العنب اليوناني ده، شكله عاطفي قوي. طبعا زي ما احنا عارفين ان صاحب الشركة ده راجل يوناني، فعمل العنب اليوناني بتاعه. اهو ده كده بقى شكله. خلينا كده ندوق بسم الله.
مم. مم. لا هو الطعم ده ما عجبنيش قد كده. الأربعة اللي فاتوا كويسين. مش عارف العنب اليوناني شكله مش عنب ولا ايه. طعم العنب مش ظاهر خالص، مش قوي أصلا. لا ما عجبنيش، فخلينا العنب ده هيكون أسوأ حاجة فيهم. فاحنا ممكن نرتبهم من الأول للأخير كده يعني. ادي كده، دوت، ده. بالظبط كده زي ما هم مترتبين. اليوسفي، بعد كده التفاح الأحمر، بعد كده الليمونادة، بعد كده الأناناس، بعد كده العنب الأحمر آخر حاجة. وما عجبنيش أصلا، يعني العنب الأحمر ده خيش كده في حتة تانية لوحده. لكن الأربع أطعمة دول يعني أضمن لك إن هم هيعجبوك 100%. وبس كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. واكتبوا لي تحت بقى في التعليقات اجرب ايه في الفيديوهات اللي جاية يعني. اقترحوا عليا كده الفيديوهات الجاية تبقى ايه. ومن هالفيديو تاني، السلام عليكم.